بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي غاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين النهارده تجهيز مكان للكتاكيت، واحنا طبعا جبناهم. الكتكوت طبعا قبل ما تجيبيه لازم تظبطي المكان، ما تستنيش الا لما تجيبي الكتكوت وتظبطي المكان، لان كده يعني الكتكوت هيتعب منك. لازم تظبطي له المكان. الكتكوت اهو بسم الله ما شاء الله احنا جبناه اهو، حيوته جميله جدا اهو. بصي الفرخ اهو، تقلبيه كده على ظهره يتعدل تاني. احنا طبعا جبنا الكتاكيت اهي، هننزلها طبعا ايه على في الارض. طبعا احنا مظبطين الدنيا اهو. صلوا على النبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله اهو. احنا يا جماعه ما نقدرش نستغنى عن الفراخ البيضاء بصراحه. الفراخ البيضاء بتسد معانا في كل حاجه، وعندنا طبعا اللي بيحب الفراخ البيضاء كتير اهو. كده احنا نزلناهم. في واحد في الارض، تعال اهو. كده احنا جبناهم وفضيناهم. طبعا احنا كنا حاطين بقى ميه في المكان، ان الفرخه لازم هو صغير كده يعني لمده 10 ايام لازم تدفي الميه. طبعا انا كنت حاطه هنا بوله فيها ميه، يعتبر ايه واخده درجه حراره المكان. وهنحط طبعا ايه محلول جفاف، محضرين السقايه مغسلينها ومعقمينها. محلول معالجه الجفاف لازم تحطيه، او تحطي معلقه عسل. معانا بقى الجرعات اللي احنا جايبينها. دي جرعه اولى اهي. ندينا جرعه اولى وجرعه ثانيه وجرعه ثالثه. هنصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام. هنا دي ايه اهو، ده مضاد حيوي مساء وده صباح، ماشي. ده جرعه اولى 4 ايام، وبعد كده معانا جرعه ثانيه المضاد السموم يا جماعه من 5 يوم بيدوهولنا صباح، ومدينا المضاد الحيوي دوت مساء معاه 2 سم فلاجيل، ماشي. دي بقى الجرعه الثالثه منشط نمو اهو. دي الجرعه الثالثه منشط نمو. هو كل مره بيدينا حاجه، بيقول لك مش هو اللي بيديلك، ده المكان هو اللي بيديها. طبعا احنا هنحاول نحط لهم بقى الميه اهو. هنحاول بقى نحط من الميه اللي هي دافيه دي قدامهم. نحط نص لتر كده يجي نص لتر. نزود حبه تاني اهو. الميه اهي اللي احنا حطيناها ميه نظيفه طبعا، وحطيناها في المكان واخده الحراره. ده باكو محلول الجفاف هنحطه كده بقى على الميه. محلول جفاف، معلقه عسل. ده بيديهم طاقه، بيديهم بينظف المعده، فيه فيتامينات اهو. هنصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام. وهننزل لهم بقى ايه السقايه ثواني كده. احنا نزلنا لهم بالميه، هو في لسه نايم. هوريكم بقى الحيوه بتاعت الفرخ. بصوا مجرد ما تحطي الفرخ كده، ده اخد ثواني اكتر. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يبارك لنا فيهم يا جماعه. لو انتم شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. المحلول بقى يقعد قدامهم 8 ساعات. خلي بالنا بقى من درجه الحراره. درجه الحراره هنا 32 حلوه، 32 33 34 حلوه، مفيش مشكله. طبعا زي ما انتم شايفين هم اول ما نزلوا هم انتشروا هيشربوا هم. طبعا المحلول ده حلو جدا، بيديهم طاقه، بيديهم عناصر، فيها عناصر فيتامينات، حاجات جميله جدا. وطبعا الناس اللي هي لازم تستقبلي على الجرعه اولى وثانيه، عشان طبعا ان انت تحرصي على الفرخ من اي مشكله انت جايه من الام، انت تحرصي عليهم وتحافظي بقى من الصيف او الشتاء. يعني احنا صيف او شتاء لازم نستقبل على درجه الحراره 33 32 34. لازم نستقبل على درجه الحراره العاليه المظبوطه.
عشان طبعا انت لما هتستقبلي على درجة حرارة مظبوطة هتاخدي ان شاء الله تحويل حلو. طبعا صيف او شتاء، يعني صيف او شتاء الفرخ استقباله، لان هو بيبقى درجة الحرارة بتاعة الفأس بتبقى 37، فانت لازم تستقبليه على درجة حرارة قريبة من اللي هو ايه طالع من الفأس منها. فما تستقبليش اقل، عشان طبعا اقل هتجيب لهم برد وهتجيب لهم مشاكل طبعا انت في غنى عنها. طبعا انت زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله هم نازلين هم انتشروا. هم طبعا يا جماعه انا رحت لقيتهم، انا كنت بروح اجيبهم من لسه جايين. هو قال لي دول لسه جايين، هو بس هو كان حاططهم في المكان اللي عنده اللي هو بيحط فيه الحاجات الصغيره ومقفل عليهم وحاطط لهم لنده، بس هم شكلهم لسه جايين لان الفرخ لسه نايم ما اكلش ولا شرب. فانا طبعا رحت جبتهم قبل ايه ما، ان انا ما بحبش ان انا الفرخ يقعد، انا بجيبه من البرنيكه وهي جايه. بس حظي بقى ان هو قال لي ده هم جم، وانا ايه اما اتصلت قال لي ده هم جم وانا فضيتهم لان مش هيسيبهم في البرنيكه في البرد. فطبعا ايه الفرخ وهو صغير لازم تحافظي عليه من البرد، عشان طبعا بيبقى درجه الحراره اللي هو طالع من الفأس منها لازم تستقبليه على حاجه يعني ما تقلش عن الدرجه اللي هو طالع منها، لان كده انت هتعرضي الفرخ للبرد. والفرخ كمان لو شرب وكل، يعني الفرخ لو قعد 3 ايام مفيش مشكله من غير اكل. يعني انا لما بيطلع عندي بط او كتاكيت صغيره واسيبها يعني من طلعت النهارده وعادة لتاني يوم بالليل ما فيهاش اي مشكله، لكن ان انت تاكليها وتشربيها وتنقليها من مكان ومكان هو ده الخطر. طبعا بتحطي بقى الميه تغسلي معدتهم بيها، تديهم طاقه كده، وبعد كده تروحي ايه عامله اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، تروحي بقى حاطه حبه العلف. وبعد كده بقى كل حاجات بقى نحطها بالتدريج وهتبقوا معانا ان شاء الله. بصوا الفرخ لسه نايم، لسه نايم، روح اشرب. لسه نايمين يا جماعه، لسه يعتبروا لسه جايين. انا كنت خايفه ان هو قال لي ده انا مفضيهم عندي، فانا ما بخاف من الحاجه اللي هو مفضيها دي، لان بحب اجيب الحاجه من اول ما تنزل. انا ابقى انا اول واحده اخدها، تبقى انا تشرب عندي وتاكل عندي، لان بخاف من اي مشكله بالنسبه للكتاكيت البيضاء، لان الكتاكيت البيضاء ما بتستحملش. فالواحد طبعا ايه لازم يحرص. طبعا بصوا الحمام بتاعه طبعا في الاول كده يا جماعه تلاقي حمام اخضر حمام مرغي، ده عادي طبيعي. بعد كده هو الفرخ بقى تاكليه وتشربيه، وطبعا مع الجرعه الاولى والجرعه الثانيه محدش يأهمل، محدش يطنش، عشان طبعا الحاجات دي كلها مهمه جدا بالنسبه للفرخ. ان انت ما تقوليش ده بيسهل، لا هو لسه اول حاجه بيبقى جاي. المحلول دوت او معلقه العسل بتغسل معده الفرخ من اي حاجه، بيبقى في حاجات زي الطفل الصغير بتبقى دي حاجات لسه جايه، اللي هي العقده كده اللي في بطن زي الكتكوت وهو لسه في البيضه، فدي بينزلها بقى فيها رغاوي فيها خضار فيها حاجات. فطبعا بعد كده ايه هتظبط الدنيا ان شاء الله. ومع الجرعات الاولى والثانيه والثالثه، وتحرصوا برده ما تدوش الميه ساقعه لمدة 10 ايام. ما تديش الفرخ، تديها يعني ايه تدفية بسيطة كده، عشان تضمني ان انت ما تأثريش على الفرخ بأي مشكلة في اول امعاء ولسه سخنة، وانت المكان 33 فلازم او 32 فلازم تبقي انت عاملة المية درجة حرارة المكان. انا طبعا حطيت المية دي قبل ما اجيبهم، فطبعا المية خدت منها، لكن انا بعد كده انا ممكن برضو املاها واسيبها. بس طبعا ايه بيبقى غلط ان انا ممكن لو حاجة طارت او حاجة ممكن احط عليها ايه زي شبكه او زي حاجه، ان انا اضمن ان هي تبقى ايه ما فيش كتكوت يقع فيها. وبعد كده هاجي انا الاقيها دافيه هحط لهم منها. طبعا المحلول يقعد 8 ساعات. بعد كده هحط بقى انا ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبه العلف. وهنحط بقى النهارده يعتبر استقبال، انا جايبهم اخر النهار. من بكره بقى ان شاء الله هنبتدي بقى اللي احنا هنحطه لهم بقى الوصفات والخلطات والحاجات اللي احنا هنحطها لها. هنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. ما تنسيش حبيبتي الغاليه اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم. اي سؤال اي استفسار تحت امركم. اشوفكم على خير في الملك والسعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.